السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ميرال الجبل. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. الوصفه ديال اليوم غنشارك معكم بكلاوه طرابلسيه ليبيه غزاله بزاف، ما كاينش شي واحد اللي ما كتعجبوش. تابعوني وغتشوفوا كيفاش غادي نحضرها. ونبداو على بركه الله. بالنسبه اللي ياخذ اللوز بلا قشره راه غيطحنوا عادي، والا كان بالقشره غادي نتغليو الماء مزيان وديروا فيه داك اللوز حتى يفزد مزيان صافي باش يكون ساهل باش نقشروه ونخلوه يجف عاد باش نطحنوه. انا طحنته مع السكر، واللي مبغاش يطحنو مع السكر عادي يحط سكر بلاصي. انا حطيت مع السكر فلا داعي للسكر بلاصي. وغادي نديروا 4 المعالق ديال الماء الزهر، 4 ديال المعالق، ونديروا 2 ديال المعالق ديال الزبده صافي ونخلط. مامي خلط مزيان حتى يندمجوا لي هاد المقادير، ونخلط مزيان حتى يندمجوا لي هاد المقادير هادو باش داك المزهر والزبده يقيسوا داك اللوز كامل. ضروري ما نخلط مزيان بحال اللي كندير مثلا الكسكس. نبدا ناخذ الصينيه اللي غندخل الفران، ضروري ما غادي ندهنوها بالزبده دايبه باش ما تلصقليش الورقه ديالي في الطاوه. ضروري غادي ندهنها كامله بواحد الفرشاط. ونبدا ناخذ اول ورقه. طبعا اي ورقه حطيتها ضروري ما نحطها على الطاوه وما نخليش تحتها الهواء. بهاد الطريقه هذه نخليش الهواء لداخل باش ما ديرش فقاعات. وضروري ما ندهن الورقه ديالي كامله. صافي ومن بعد ما ندهنها غنحط وحده اخرى. غنقول لكم شحال غادا ندير. غندير 6 الورقات لتحت و6 الورقات الفوق، يعني 6 الورقات، وغنحط الحشو اللي هو اللوز، وغيكون فوق اللوز 6 الورقات اخرين. هكا تتنجح لنا البكلاوه. كاين اللي كيدير كتر ما كتجيش زوينه، كاين اللي دار قل وما جاتش زوينه. عدد الورقات ديما 6 لتحت و6 الفوق. وهذه الثالثه. غنمشي معكم خطوه خطوه. وهذه الرابعه. وهذه 5 ورقه. وهذه السادسه. صافي هذه سادس ورقه ما خاصناش ندهنوها. هذه هي اللي غيتحط عليها الحشو ديال اللوز اللي مطحون. ما خاصناش ندهنوها بالزبده، ونخليوها كما هي ونجيو ناخذوا الحشو ديالنا. كتشوفوا اللوز بزاف هي هكا كتكون عاليه. معروفه البكلاوه الطرابلسيه. نقادها مزيان هكا بيدي حتى نحس بان الاماكن كلها كيف ما نخليش جهه طالعه وجهه هابطه.
الحواشي ماشي مشكل واخا ما يجوناش فيهم الحشو، لان ما كيتقدموش للضيوف، اهم حاجه الوصف. هاد الخطوه هذه مهمه، نضغط عليها بيدي مزيان باش كتلابس، باش منين نقطعها ما يهربش ليا الحشو. وبعد المرحله هذه راها مهمه، وهذه مرحله اهم منها. تلاحظوا هذا الرش هنايا شويه ديال السكر كلاصي او سكر ثقيل كيف ما كنسموه حنا في المغرب. طبعا هاد البكلاوه هذه راه كنقدمها من اسبانيا، عزيزه علينا حاجات ليبيا لان كنا كنعيشوا فيها، ما ناسينهاش، ما ناسينش ناسها بطيبتهم وباخلاقهم وبكرمهم. بلاد غزاله ما شاء الله. المهم مرة كنجربوا حاجه من الاكل ديالهم ما شاء الله عليهم. صافي هاد المرحله هذه لو تلاحظوا علاش انا درت سكر كلاصي، باش ملي نحط الورقه ما تلصق لياش في الحشو ديال اللوز. ومن بعد غادي ناخذ ورقه من الاوراق اللي مازال متبقيه عندي، كيف ما درت لتحت غادي ندير دابا الفوق بنفس الطريقه. صافي. وهاد المرحله راها ضروريه نثقبوا بالموس باش ملي نسقيو البكلاوه ديالنا يدخل العسل حتى لداخل. من بعد قلنا غادي نعاودو الطبقات كاملين 6 ديال الورقات كيف ما درنا لتحت غنديرو الفوق، فلا داعي نطول عليكم. وكل ورقه ضروري ندهن بالزبده. صافي بعد ما كملنا طبقات اللي الفوق 6 ديال الورقات، دابا خديت واحد السكين وغادي نقطع البكلاوه ديالي. المهم واخا تجيكم شريط كبر من شريط او شريط صغر من شريط ماشي مشكل، قطعها بهذا الشكل هذا. انا قطعتها بالعرض بالطول، يعني راها سهله في التقطاع، كيمشي الموس مرن. كيف ما قلت لكم الجناب ماشي مشكل. ودابا غادي نمشي بالحرف، يعني غتجيني على شكل معينات. الاول الواحد كيتخلع كيقول ما غاداش تصدق معايا، ولكن ملي غتجربوها هذا الموس كيمشي مرن. نتوما كتشوفوا كيف ما موضح عندكم. صافي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نكمل التقطاع. المهم انا جاني واحد الصف الاول جاني شي شويه جاني كبير، معليش ماشي مشكل. صافي وانا دابا كملت التقطاع ديالها. دابا نمشيو للمرحله اللي موراها.
غادي نحطو اللوز، تقدروا تعاونوا بالموس بهذه الطريقه هذه. عاد نحطو اللوزه ونضغط بهذه الطريقه هذه، او نقدر ما نديرش كاع الموس او السكين، راه نحط اللوزه غتدخل بكل سهوله. صافي دابا راني شعلت الفران على درجه 160. نطيبها، نغطيها ببابي الومنيوم، نخليها طيب على راحتها، وفاش طيب نتلاقاو باش نسقيوها بالعسل. يكون العسل طبيعي، يعني يعطيها واحد اللذة وطال العمر ديالها، يعني كيطول. انت ما خليتوها ما كيطرى ليها حتى شي حاجه، ماشي بحال الشربات. نتلاقاو ندير شي فوطو. هذا هو الشكل النهائي تاع البكلاوه. حمرتها من التحت ومن الفوق، نقصت عليها وخليتها طابت على نار مهيله. اول ما خرجتها عاودت قطعتها، هي كانت مقطعه من قبل، عاودت قطعتها وسقيتها بالعسل فيه شويه ديال المزهر باش كيعطيها ديك النكهه، كتجي غزاله وزوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا الطبقه ديال البكلاوه، تقدروا تزيدوا تعليوها على حسب الرغبه ديالكم، ونتمنى تجربوها وتدعوا لي. ومع السلامه في فيديو وصفه اخرى ان شاء الله.